هنجيب بصلة متوسطة حلوة كده ونقطعها ونحطها في الكبة بتاعتنا، ونجيب ربطة من البقدونس نغسلينها ومصفينها كويس جدا ونقطعها على البصلاية بتاعتي ونحطهم في الكبة بتاعتنا ونشغل الكبة بتاعتنا لحد ما يتفرموا ناعم بالشكل ده. ومعايا نص كيلو من اللحمة المفرومة ويكون نسبة الدهن فيها 20%. نسبة الدهون بتاعتنا يكون فيها كويسة، ولو ما فيهاش نسبة دهون ممكن نحط معلقة سمنة بلدي او معلقة زيت، ونحط معلقة من البيكنج باودر واساسي جدا معانا في الوصفة بتاعتنا. ونحط كده التوابل بتاعتنا: ملح، كمون، فلفل اسود، رشات بسيطة كده، معلقة كده من القرفة، رشة بسيطة من القرفة، ورشة بسيطة كده من الزنجبيل. هي دي التوابل بتاعتنا، ومش هنحط اي حاجة تانية خالص، ورشة من السبع بهارات لو متوفرة. ونضرب كل المكونات دي لحد ما تدينا خليط ناعم كده ومتسمغ مع بعضه، لحد ما العجينة تلف بالشكل ده. هنريحها كده وندخلها التلاجة ترتاح لمدة 10 دقايق ربع ساعة كده، ونرجع نشتغل فيها تاني. على النار بقى حطيت مية تغلي كده، واول ما غليت نزلت فيها بمعلقة ملح، وهحط فيها نص كيلو من المكرونة، اي نوع مكرونة انت حابة تستخدميه. انا استخدمت المكرونة اللي هي المركبة دي، حلوة قوي. ومعايا كده حلة تانية على النار فيها معلقة زيت ذرة، ومعايا فيها 3 4 فصوص من الثوم. هشوحهم كده لحد ما ريحتهم تطلع، انا مش عايزاهم يتحمروا معانا. 3 4 فصوص من التوم كده بيخلوا المكرونة بتاعتي في حتة تانية خالص. وفي ناس بتحط بصل، بس هي بالتومة بتبقى طعمها حلو قوي. نشوح كده التومة بتاعتنا لحد ما تاخد يعني ريحتها تطلع كده، وننزل بيه الصلصة بتاعتي. انا مسبكاها كده في الفريزر بتوابل فقط، مش حاطه عليها اي حاجة خالص. واول ما استوت معايا كده حطيت المكرونة بتاعتي اللي اتسلقت 3/4 سوا، وهقلبها كده في المكرونة، وبقيت يعني التسوية بتاعتها هتكملها في الصلصة. واحط عليها رشة من الفلفل الاسود، ورشة كده من الكمون، ورشة كده من السبع بهارات، ورشة من القرفة بسيطة بتفرق جدا في طعم المكرونة، ورشة بسيطة من الملح عشان الصلصة عليها ملح، ومعلقة من الثوم البودر والبصل البودر. وهقلب كل الكلام ده مع بعضه، وهتاكلي احلى مكرونه بالصلصه، مش معجنه ومفلفله وخطيره وطعمها حلو قوي. وجهزناها بسهوله وما خدتش مننا اي وقت خالص. وكده استوت وقفلنا عليها. معايا الصينيه بتاعتي دي هحط فيها معلقه زيت كبيره كده، وهجيب السيخ بتاعي اللي انا هصب عليه احط عليه معلقه زيت كده. والكفته بتاعتي هنعمل احلى كفته مشويه بتتبيله خطيره. كفتة بتوابل بسيطة، مش هنغير طعم اللحمة بتاعتنا، بناخد طعم حلو كده احنا عاملينه في البيت. هنصبها على الستيك بتاعنا ده، وممكن نصبها على عصيان شيش طاووق او معلقة، وممكن نعملها عادي بايدينا. بس لما بتصبعيها على حاجة كبيرة كده بتعملي فتحة كبيرة في الكفتة، فبتبقى جوسي قوي وفي نفس الوقت طرية ومش ناشفة منك. في الوقت ده انا مشغلة الفرن على درجة حرارة 200، على اعلى درجة حرارة، قبلها كده ب5 دقايق. والكفتة دي بتدخل على نار عالية لمدة 7 8 دقايق بالكتير، بتاخد 10 دقايق معاكي في الفرن على الوشين الاتنين على نار عالية. بتحطيها على النار مباشرة. احلى كفتة ممكن تعمليها، جوسي قوي وحاجة كده جميلة. نص كيلو عمل لنا كمية محترمة، من غير بقى بقسماط ولا دقيق ولا كل الحركات دي، عملناها بطريقة سهلة وبسيطة. ويعني طعمها حلو قوي، احلى ما بنجيبها من بره. ولو عايزاها بقى كأنك شويها على الفحم، تولعي فحماية تحطها في قلب الزيت او العصارة اللي نزلت من الكفتة بتاعتك، وتحطي عليها معلقة خل واحلى او زيت، واحلى كفتة كده ممكن تاكليها مشوية على الفحم. طرية قوي وخطيرة وريحتها حلوة وطعمها حلو، غير كده وكده جوسي كده وطرية زي بتاعة المحلات واحلى كمان. يعني هتعمليها من افخم محل مشويات، حاجة كده خطيرة مع شوية كده مكرونة بالصلصة، مكرونة كده مفلفلة ومش معجنة وخطيرة. ممكن نعمل شوية رز بسمتي، شوية رز أبيض، مع طبق سلطة كده خضرة، وممكن ناكلها بالعيش من غير أي مكرونات. أحلى غدوة ممكن تعمليها بسهولة، مش تاخد منك وقت خالص. الكفتة خطيرة دايبة دوب كده وجوسي، طعمها خطير قوي وحلو. ونعمل بقى سندوتش كده، نحط كفتة على شوية سلطة خضرة، ممكن لو متوفر طحينة ممكن تحطي مع شوية مخلل كده. حاجة خطيرة، السندوتش بيتكلم عن نفسه مع عصرة ليمون بقى. يعني انا من الناس اللي بتحب الكفتة بعصرة ليمون كده خطيرة. احلى اكلة ممكن تعمليها، مش تاخد منك اي وقت خالص.